من فترة كده كنت بدور على أجمد سماعة بلوتوث أقدر أشتريها بسعر 500 جنيه، بس ما كنتش لاقي خالص لحد ما صفحة سكرين شوت بقى بعتت لي السماعة دي وقالوا لي إن دي أفضل سماعة ممكن تشتريها بالسعر ده. المهم بقى إن أنا بعد تجربة السماعة دي لحبة حلوين كده عايز أقول لك إن دي فعليا أجمد سماعة ممكن تشتريها بالسعر ده. حرفيا السماعة دي بتقدم لك كل حاجة أنت عايزها. لو أنت بتسمع تراكات كتير وعايز الصوت يكون عالي وجامد وفيه بيز وتريبل وحوارات كده، هتلاقي السماعة بتديك الصوت الجامد ده. لو أنت بتعمل مكالمات كتير وعايز سماعة تتكلم بيها، فعندك هنا مايك في السماعة دي مش طبيعي في الفئة السعرية بتاعتها. والأحسن بقى من كل ده ان السماعه دي هتكون مناسبه جدا لاي جيمر، لان السماعه دي ما فيهاش تاخير الصوت عن الصوره. هيجي واحد دلوقتي ويكتب لي تحت في الكومنتات طب ازاي السماعه دي فيها كل الجمدان ده وبسعر 500 جنيه بس؟ هرد عليه واقول له على طول السماعه دي سعرها في الاصل 700 جنيه، بس لو انت دخلت اشتريتها من صفحه سكرين شوت اللي انا سايب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت، وقلت لهم ان انت تبع عمر التميمي وكتبت لهم كود خصم تميمي 25، هتاخد خصم من 700 جنيه على السماعه دي تشتريها ب 500 جنيه، وكمان عندهم توصيل لكل محافظات مصر. فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده. فزي ما انا مظبطك انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تروح عليه كده بلايك كومنت فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنتكلم عنها في السماعه دي وهي التصميم والخامات. وزي ما انت شايف كده شكل السماعه جامد قوي، ملفت كده فعلا للنظر. لو انت لابسها قدام اي حد هيقول لك ايه هي السماعه دي، لان فعلا الشكل بتاعها جامد قوي. شكلها سيمبل جدا وجايه باللون الاسود مع شويه تطعيمات كده باللون الاحمر، شكلها تحفه قوي. وبعيدا بقى عن الشكل فعايز اقول لك ان الماتيريالز نفسها بتاعت السماعه دي ماتيريالز محترمه قوي، جايه من الرابر والبلاستيك، بس البلاستيك والرابر ده نضاف جدا جدا. السماعه كمان فليكسبل معاك، يعني بتروح وتيجي معاك مش بتتقطع ولا بتتكسر، ودي نقطه كويسه جدا. وبصراحه كده انا معجب جدا بالاهتمام بالتفاصيل اللي موجوده هنا في السماعه دي. عندك هنا من ناحيه السماعه اليمين والشمال اول لما تيجي تقربهم من بعض كده هتلاقي في مغناطيس بيشدهم في بعض، علشان لما تيجي تلبس السماعه بالشكل ده تكون السماعه عندك هنا من تحت مربوطه ببعض. وعندك هنا كمان 3 زراير بتقدر تتحكم فيهم في السماعه دي. الزرار اللي في النص ده لو ضغطت عليه ضغطه مطوله هتقفل او تفتح السماعه. عندك الزرار ده برده لو انت ضغطت عليه ضغطه سريعه فهتقفل او تفتح التراك اللي انت مشغله. وعندك برده زرار البلس وزرار الماينس. زرار البلس والماينس ده ممكن تجيب التراك اللي قبل اللي انت مشغله او اللي بعد اللي انت مشغله. وعندك كمان في نفس الزراير دي لو انت ضغطت عليها ضغطه مطوله هتعلي الصوت بتاع التراك او تقلل الصوت بتاع التراك. سيبك بقى من الكلام ده كله، لما بتيجي تلبس السماعه بتكون مريحه معاك ولا لا؟ عايز اقول لك ان انت هتحس بكم راحه مش طبيعي وانت لابس السماعه دي، بجد فيها اريحيه كبيره جدا. انا قعدت لابسها 5 ساعات بالظبط، كنت قاعد بعمل مونتاج باستخدام السماعه دي، وفعلا كانت مميزه جدا. السماعه هنا مريحه لدرجه مش طبيعيه، وكمان ثابته في الودان لدرجه عاليه قوي. فلو انت في الجيم او حاجه وقاعد بتجري على التريد ميل او كده هتلاقي السماعه ثابته في ودانك بطريقه كويسه قوي. سيبك بقى من الكلام ده كله، تعالى اكلمك عن اهم حاجه موجوده هنا في السماعه دي وهي الصوت. وانا متاكد ان انت داخل الفيديو ده علشان تعرف الصوت بتاع السماعه دي هيكون عامل ازاي. فعشان كده بقى لو انت مكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب فانا زعلان جدا منك، ومش هقول لك الصوت بتاع السماعه دي هيكون عامل ازاي. انزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى بقى اكلمك شويه عن الصوت بتاع السماعه دي. اول حاجه بتهمك في الصوت بتاع اي سماعه وهي البيز. عايز اقول لك ان البيز اللي موجود هنا في السماعه دي في حته ثانيه خالص بجد. لو انت متعود تسمع اغنيه فيها بيز جامد جدا من سماعات ثانيه، لما تيجي تسمعها بالسماعه دي هتحس ان في اختلاف 180 درجه، والبيز بتاع الاغنيه بيكون في حته ثانيه خالص بجد باستخدام السماعه دي. فنقطه البيز هتاخد 10 من 10 في الفئه السعريه بتاعتها. البيز بتاع السماعه دي جامد جدا. من ناحيه التريبل او صوت المغني اللي بيغني في الاغنيه، فعايز اقول لك ان الصوت هنا برده بيكون جامد جدا، معمول لك ميكس كده ما بين البيز والتريبل، مطلعين لك الصوت في حته ثانيه خالص باستخدام السماعه دي. بجد انت هتنبهر من الصوت بتاعها. والاحسن من كل ده بقى هو العلو بتاع الصوت. عايز اقول لك ان الصوت بتاع السماعه دي عالي جدا جدا، لدرجه ان انت لو عايز تحافظ على ودانك هتقلل الصوت بتاع السماعه دي درجه ولا درجتين، علشان بجد الصوت بتاعها بيكون عالي جدا. مع البيز والتريبل بقى انت هتاخد تجربه صوتيه ممتعه جدا. لو انت بتحب تسمع اغاني كتير او بتحب تسمع قران او حاجه هتسمع هنا بالسماعه دي الصوت بيكون مميز جدا. واحسن حاجه بقى لاي جيمر ان السماعه هنا مش بتاخر الصوت عن الصوره، فحرفيا السماعه دي هتكون اكتر سماعه مناسبه ليك لو انت جيمر. بالنسبه بقى للبطاريه بتاعت السماعه دي فعايز اقول لك ان البطاريه هنا عظيمه جدا. البطاريه هنا بتقعد معاك اكتر من 5 ساعات استخدام متواصل، وكمان لما بتيجي تشحنها فهي بتشحن معاك في ساعه الا ربع. انت متخيل ان انت هتشحن السماعه دي ساعه الا ربع وتقعد معاك اكتر من 5 ساعات؟ بجد دي من اكتر الحاجات المميزه جدا هنا في السماعه دي، انها بتقعد معاك فتره طويله، ولما بتيجي تشحنها بتشحنها تقريبا في نص ساعه ساعه الا ربع، ودي حاجه كويسه جدا جدا. الحاجه اللي مش كويسه قوي هنا في السماعه دي وهي فكره ان انت بتشحنها من مدخل مايكرو يو اس بي. اكيد طبعا كنت اتمنى ان السماعه هنا تتشحن بشاحن يو اس بي تايب سي، بس دي حاجه احنا ممكن نعديها للسماعه هنا لانها فعلا بتقدم لك كل حاجه انت عايزها. فانك تضحي بحته انها بتتشحن بمايكرو يو اس بي دي حاجه بسيطه جدا. بالنسبه بقى للناس اللي بتعمل مكالمات كتير بالسماعه وعايزه مايك محترم، فعايز اقول لك ان السماعه هنا موجود فيها احسن مايك لحد 1500 جنيه. وانت هتسمع الصوت بتاع المايك دلوقتي وانت هتحكم وتكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الصوت بتاع
بتاع المايك ده. طب يا جماعه دي تجربه المايك بتاع السماعه، بجد المايك تحفه قوي. وانت قول لي برضه رايك تحت في الكومنتات، المايك تديله كام من 10؟ بصراحه انا في السعر بتاع السماعه دي اديله 10 من 10 بالمستريح تماما. المايك بجد بيلقط صوتي حلو جدا، الصوت بيطلع نقي وكمان مفيش صدى صوت. والحوارات بتاعه المايكات التانية بتاعه السماعات التانية بجد بتكون سيئه جدا. المايك بتاع السماعه دي بجد من احسن المايكات اللي انت ممكن تشوفها في السعر ده. خلاص انت كده بقى سمعت صوت المايك بتاع السماعه دي، تعالى اقول لك السعر بتاعها كام. سعر السماعه دي الاصلي 700 جنيه، بس لو انت رحت اشتريتها من صفحه سكرين شوت اللي انا سايب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت، هتشتريها برده ب 700 جنيه. بس لو انت واحد بقى من اخواتي ومكمل الفيديو لحد هنا وقلت لهم ان انت تابع عمر التميمي وقلت لهم كود الخصم اللي هو تميمي 25، هتاخد السماعه دي بسعر 500 جنيه. وكمان صفحه سكرين شوت عندها توصيل لجميع انحاء الجمهوريه، فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده. زي ما انا بظبطك انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل لايك وسبسكرايب وبس كده يا جماعه. كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم، واتمنى كمان السماعه تكون عجبتكم وكود الخصم ده يكون عجبكم جدا. وبس كده، سلام.